السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبقنا النهاردة يا جماله يا حركاته يا تكاته البدنجال المقلي، مقرمش جدا جدا بتتبيلة تحفة. طعمها حلو جدا جدا جدا. كملي معايا الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك وكومنت حلو من ايديكي. لو شايفه ان انت استفدتي، شايفه ان انا عملت حاجه مفيده، حاجه افادتك، حاجه شجعتك ان انت تقومي تعملي على طول، اعملي لايك واشتراك وكومنت حلو من ايديكي. اكلنا ايه مع البتنجال؟ البصاره الجباره اللي عمرنا ما هننساها خالص. ان شاء الله الفيديو البصارة ينزل لكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي باذن الله، بكل حركاتها وبكل تكاتها. وصفة البصارة في منتهى الجمال ان شاء الله باذن الله. هننزل بيها على طول الفيديو الجاي. يلا نكمل الفيديو بتاعنا ونشوف البدنجال الجميل ده عملناه ازاي وطالع مقرمش بالطريقة ديت ازاي. يلا نسمي الله ونخش الفيديو. البدنجال حلو جدا في السوق، مش مبذر، بس نقيها سودا كده ونقيها طويلة طول، وبتكون من تحت كده فيها شرطة عريضة كده. معلش للأسف نسيت اوريها لكم. بتكون شرطة كده عريضة، ماشية كده ايه مستقيمة كده. وهاتيها طولة كده وخفيفة بتطلع معاكي مش مبذرة خالص. هو كله في السوق بصراحة مش مبذر. بجيبه بقطعه كده، بشيل منه جزء من القشر وبسيب جزء. وبعد كده بقطعه بقى ايه بنفس الشكل كده وبحطه في بولة او في صينية وبرش عليه شوية ملح عشان بس ما يشربش مني زيت، وتبقى البتنجالة كده ايه مملحة. هسيبه لا اقل عن ربع ساعة او تلت ساعة كده عشان بس ايه ياكل في الملح شوية. بعد ما بعد ربع ساعة بغسله طبعا وبنزل منه الملح بتاعه، وبحضر معايا بقى ايه التغطية بتاعته اللي هي هتخليه مقرمشة جدا جدا. معايا دقيق ومعايا معلقة من نشا الذرة. معلقة ديت معلقة سحرية بجد، بتخلي البنجال حلو جدا. بنزل عليهم بملح وشطة وشوية من الكمون. البهارات طبعا ديت موجودة في كل بيت، مش حاطين بهارات كتير عشان بس يبقى طعم الدقيق ما يبقاش مايع كده. بتبقى ايه شويه البهارات بيبقوا بيدوا طعم حلو جدا. وفي الكيسه من غير بقى ما هنبهدل الدنيا، افضل طريقه للبتنجال الكيسه. حطي كده في الكيسه وقلبي البتنجال، اعملي له تغطيه بنفس الشكل. بص ما بهدلناش الدنيا خالص، ما يعني ولا صينيه ولا طبق ولا اي حاجه خالص، في الكيسه على طول. وببتدي ان انا بطبطب عليه كده، بنزل منه دقيق بيبقى كفر خفيف جدا جدا بنفس الشكل. هو دوت الطريقه اللي هتخلي معانا البدنجال مقرمش. وهتجربوا الطريقه وهتقولوا ان انا عملت لكم طريقه حلوه جدا. معايا زيت، هقلي البدنجال. طبعا كلنا بنعرف نقلي البدنجال، مفيش كلام يعني، بس طبعا بشارككم الفيديو من بدايته لنهايته. لونه ذهبي، وصلي للون دوت، ما تحمريش اكتر من كده. شوفوا بقى النتيجة تبقى عاملة ازاي وانتوا كده ايه بتقلوا البدنجال بنفس الشكل. مقرمش جدا جدا جدا، يعني ممكن من غير اي تتبيلة تعصروا شوية ليمون وتاكلوه، او شوية ملح كده وهتلاقوا مقرمش جدا جدا. قلينا كل البدنجال اللي عندنا بنفس الشكل. هنحضر التتبيلة اللي عندنا. معايا في الكبة توم، او طبعا في الهون باي حاجة. وهنزل على التوم معايا فلفل سبايسي حامي، احمر واخضر. وبنزل عليهم بملح. طبعا لو عايزة تستبدلي الفلفل اللي احنا حاطينه بفلفل كوبي مفيش مشكلة خالص لو مش حابة سبايسي، بس هو طبعا حلاوته بيكون سبايسي. طحنته في الكبة طبعا ونزلت عليه بمعلقة كده من الكمون ومعلقة من الكزبرة الناشفة. وهنزل ليمونة كاملة. وهنزل عليهم بحوالي 3 معالق من الخل. طبعا الخل وصفة اساسي في الوصفة، تمام، لان احنا عاملين التتبيلة عندنا بالخل والليمون وطبعا والثوم والفلفل.
الخلطة دي جميلة جدا جدا جدا، جربوها واعتمدوها في البدنجال، بيبقى حرش كده وطعمه حلو جدا. مش لازم نعملوه جنب البصارة اللي انا عمليها، ممكن تعمليه كده فطار، ممكن تعمليه غدوة كده، جنب فول، جنب بيض، الاكل الحرش بتاعنا يا جماعة دوت الاكل المصري الاصيل بتاعنا. ممكن تنزلي كده ايه البدنجال في التتبيلة كده، بدنجالة بدنجالة كده براحتك، او ممكن ترشي زي ما انا ما عملت كده من فوق الوش. يعني ما خليتش البدنجال خالص فاضي، يعني بعيني كده وفضلت انزل على البدنجال كله بنفس الشكل. طريقة حلوة جدا جدا، جربوها واعتمدوها. وصفة في منتهى الجمال، طعمه كان حلو جدا جدا. لو مش حابة سبايسي زي ما قلنا استبدلي الفلفل بفلفل كوبي اخضر طبعا، وفي من طبعا احمر الالوان، شكله في منتهى الجمال. طبعا قلنا الفلفل من فوق الوش كده اهو، شكله في منتهى الجمال. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك وكومنت حلو من ايديكي، وان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي ينزل لكم البصاره الجباره، انا مسميها البصاره الجباره من كتر شكلها وطعمها في منتهى الجمال. ان شاء الله الفيديو ينزل لكم باذن الله. لو عجبك الفيديو وحاسه ان انتي استفدتي، شجعتك تقومي تعملي البدنجال كده، ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك. هتلاقي قدامك على الشمال مكتوبه باللون الاحمر، اتكي عليه واختاري الكل عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. وانتظروا الفيديو اللي قادم باذن الله، هنعمل البصاره. اسيبكم في رعايه الله، وما تنسوش اللايك، ومع السلامه.